69 هدف، وامتلك اقوى خط هجوم في المسابقه، وكذلك كان يمتلك اقوى خط دفاع لم يملى مرماه الا ب 21 هدف. الفريق اللي حصل على لقب البطوله برصيد 87 نقطه. كره بالهوبه خطيره، هوبا جول، هوبا جول، هوبا جول في الدقيقه الرابعه من عمر الشوط الاول، والثرو باص وتمريره بينيه، والفريق الزملكاوي يتقدم عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا اللي على طول يتجه الى جيسوالدو فيريرا ويعطي له التحيه ويعطي القبله، انها قبله الحياه الكرويه في بدايه هذا الموسم لجماهير وانصار وعشاق الزمالك. شوفوا التمريره الخاطئه من قلب الدفاع محمود علاء على طول عمر جابر وتمريره، وبالتالي جاءت تمريره بينيه ممتازه جميله عن طريق اللاعب الساحر الحاوي ايمن حفني اللي لمساته اعتقد فيها البلسم الشافي للمهاجمين، تحتوي على سم القاتل لحراس المرمى والمدافعين، وكرة تزور الزاوية اليمين للحارس المخضرم الحارس عصام الحضري عن طريق النجم الكبير محمود كهربا الذي يتألق ويزداد بريقا ولمعانا، وارتسمت في الشباك بالتأكيد ومنحت أي من الفريقين أهداف أخرى لولا تألق حارس المرمى. أحمد يودار، عدى أحمد بمهارة، أحمد يودار على غير العادة ملعوبة، أوه أجمل جمل اللقاء. الله يا محمد يا سالم، تسلم القدم اليسرى لمحمد سالم، يضع الكرة في غمضة عين مسجلا هدف ثاني يتقدم للفريق الزملكاوي، ولكن هذا الهدف قد يعطى لهذا اللاعب اللي بالتأكيد لعب دور كبير جدا في الاسيست وصناعة الهدف الجميل. أحمد يودار في لقطة الإعادة كما نتابع، شوف الخداع والمرور من ستانلي وعمل عرضية ممتازة برجل اليمين وتأخر في انقضاض الحضري، ولكن انقض كالأسد المفترس محمد سالم. هنا دق الجرس، احترس، ففريق الزمالك يمتلك هجوم مفترس عن طريق اللاعب باسم مرسي وكذلك محمد سالم البديل، واللي حل بديلا على حساب كهربا يسجل هدف ثاني مع الدقيقة 81. أصبح التقدم أبيض زملكاوي اللون.